تشوف غير الشيخ الجشع الحرامي اللي لو اديته ظهرك هيغزك. ودلوقتي نسبة الطلاق ما شاء الله بقت جميلة، والشباب ما بقوش بيلاقوا بنات يتجوزوا، ولا البنات بتلاقي شباب تتجوزهم. ونزق بقى على ايه البوي فريند والجيرل فريند، ونحصل ايه السكة الخربانة دي. يعني انت تيجي تبص مثلا دلوقتي على المعلمين مثلا، تلاقي مثلا مرتب المعلم ده مرتب ما يكفيش طفل. يعني لو هو مرتب اللي بياخده ده ما يعيشوش هو مثلا عشان يعيش أسرة، وانت منتظر منه بقى ان هو يطلع معلم كفء. انا عصام، دي اول مرة اطلع في فيديو اتكلم فيه، بس يعني بصراحة انا حاسس ان الوضع بقى اكبر من ان احنا نسكت. لو كأنك شايف يعني انسان بيغرق وسايبه، بس يعني للأسف هو مش انسان، هي يعني وطن بقى وأمة ودين وحاجات كتير قوي بتغرق، واحنا مش عارف بقى احنا مش شايفين، ولا احنا مبسوطين بالوضع، ولا احنا مغيبين. هو في حاجة غلط، يعني انا بقيت حاسس ان في حاجة غلط. انا زي ما قلت انا عصام، انا مقيم في ألمانيا، مصري. انا يعني بقالي فتره كده وانا بتفرج كده على حال مصر والدول العربيه والدول الاسلاميه، وانا بقيت حاسس ان في حاجه غريبه. يعني في حاجه غريبه، اعتقد ان كتير مننا ممكن يبقى حاسس بكده. يعني تحس ان بقى في حاله من الهوان ومن التخاذل ومن الضعف ومن حب الدنيا، وحاجات كتير قوي تحسها بقت موجوده فينا وهي مش فينا. فانا يعني ايه، عملت زي تحليل بسيط كده، ايه الاسباب، ايه اللي غيرنا، ايه اللي حصل في الوطن، وايه اللي حصل في الناس كمان. دي كانت المشكله. يعني انا بالنسبه لي الحكومات ايا كانت، فهي ممكن تبقى حكومات اصلا خاينه، ممكن تبقى حكومات عملاء وكلها ناس يعني ايه وصلت للسلطه بشكل مش صح. بس يعني الشعب نفسه، ان الشعب نفسه يبقى فيه حاجة متغيرة، دي اللي حاجة بقت مختلفة. يعني احنا ما كانش فينا كده. فانا يعني بعد ما قعدت ابص كده على الدنيا، انا يعني توصلت كده لان احنا في يعني تقريبا في حالة حرب. يعني انا بجد هي حالة حرب، بس يعني مش حرب بالمعنى التقليدي اللي احنا شايفينه، لا هي حرب بطريقة تانية، واحنا كلنا عارفين الحرب دي، واحنا متجاهلينها وما بنحاولش نصلح لها، يعني ما بنحاولش نحلها يعني. الحرب هي حرب على الموصل، وحرب على الأخلاق، وحرب على الدين، وحرب على القيم، وحرب على حاجات كتير قوي. بدأت من المعلم، بدأت من التعليم. يعني انت تيجي تبص مثلا دلوقتي على المعلمين مثلا، تلاقي مثلا مرتب المعلم ده مرتب ما يكفيش طفل. يعني لو هو مرتب اللي بياخده ده ما يعيشوش هو مثلا عشان يعيش أسرة، وانت منتظر منه بقى ان هو يطلع معلم كفء، ويطلع معلم كويس ويراعي الله وما يديش دروس خصوصية، ويدي كل العلم اللي عنده للناس. طب ما هو ايه هيعيش ازاي برضه؟ يعني انت دفنته وخليت اصلا الناس الكفء ممكن تبقى اصلا هجت وسابت البلد. واللي موجود ده هو هيتحايل بقى على الوضع عشان يكسب فلوس بقى، يروح بقى يدي دروس خصوصية، فهيدي قدر قليل من العلم للطلاب ويبقى جاشع طب ما انت اللي زنقه. وفي الناحية التانية برضو نفس الكلام حصل مع الشيوخ بقى. الشيوخ دي بقى الكارثة يعني الشيوخ دي بتتحارب من سنين. تبص على الافلام وتبص على المسلسلات، مش هتشوف غير الشيخ الجشع الحرامي اللي لو اديته ظهرك هيغزك. ما بيعمل كل معاصي اللي خلقها ربنا لما الناس ما تبصش عليه، متحرش وبيعمل كل حاجة غلط. والتاني حاجة بقى ان الشيخ ده لو راح اشتغل اي شغلانة ولا كسب فلوس من اي حتة، خلاص كده الدنيا قامت بقى. الراجل ده انت بتتاجر بالدين وانت فاسق. يعني ايه يعني؟ طب الراجل يعني يموت، هو ملاك نازل من السماء ما بياكلش، ما عندوش اهل، ما عندوش اسرة، ما عندوش اطفال. ما انت يعني انت زنقته في كورنر اللي هو عايز تبقى شيخ وعايز تدعو لله، موت. فايه طبيعي يا جدعان؟ يعني ده ادوله انتوا طيب فلوس عشان يدعوكوا لله، يعني عشان يربي اولادكم ويعلمهم الدين يعني. لا ما خلاص يبقى ما تربيش، وتلاقي بقى الهجوم عليهم في الاعلام. ايه انت؟ لا انت هتقول لنا اعمل ايه؟ احنا عارفين ربنا اكتر منك. يا سلام، عارف ربنا ازاي يعني؟ ما انت هو باين على الناس اهو ان هي عارفه ربنا يعني. المهم يعني ان الحرب بقى ايه قايمه على المعلمين، وقايمه على الموصل، وقايمه على الشيوخ. ونيجي بقى من الناحيه التانية بقى ايه، تلاقي فقر بقى كبير، وتلاقي بقى ايه مين بقى اللي بيطلع له بقى المكاسب والملايين؟ طبعا كلنا عارفين، يطلع تكبس وتطلع تفتح لايفات، يا اما تطلع لعيب كوره. كل الحاجات اللي ايه الجميله دي هي دي اللي بتجيب فلوس.
فانت دلوقتي انت لو سألت اي بني ادم خلقه ربنا دلوقتي نفسك تبقى مدرس، استحالة هتلاقي واحد يقولك يعني الا لو حد بقى عنده موصل عليا وبيتقي الله وعارف ان ده رسالة والجو ده، هو ده الوحيد اللي هيرضاها. اي حد تاني يقولك لا يا عم انا اطلع دلوقتي افتح لايفات واظبط حالي واعمل فلوس يعني. فللاسف يعني الموضوع بقى سيء. وانا عايز اقول لكم ان الاسوأ هو احنا، يعني احنا نفسنا الذوق العام بقى غريب، بقى ضحكوا علينا وخلونا فعلا بقينا مستهلكين درجة اولى. يعني انت نفسك تيجي تبص على الفيديوهات مثلا بتاعة التعليم او بتاعة حاجة تطورك او حاجة تعلمك لغة برمجة ايا كان، ما تلاقيش حد، بتلاقي مثلا 2000 3000 مشاهدة كده ده بالكتير. لكن تبص على فيديو هايف ورقاصة ولا تكبيس ولا مش عارف، تلاقي دعم بقى وتلاقي أسود بتترمي وتلاقي فلوس هنا وفلوس هنا وكمية مشاهدات. طب ما انت يعني انا مش هقدر افتي في الحلال والحرام، بس احنا محاسبين على الوقت وعلى الاهتمام اللي احنا بنصبه كله في الحاجات الهايفة اللي خلت الهايف بقى هو القيمة، والمتعلم المهندس الدكتور هو قاعد على القهوة. يعني تعالى على جيل التسعينات اسأله انت نفسك تطلع ايه، هتلاقي كله ظابط ودكتور، وممكن التمانينات واللي قبليها واللي قبليها كله ظابط ودكتور ومهندس وطيار وظابط جيش ومعرفش ايه، كلها حاجات فيها علم وفيها تطور. وبعدها ظهرت المبرمج وظهرت حاجات كتير والناس بقت تجري عليها. لكن دلوقتي تيجي تبص دلوقتي اسأل اي شاب كده دلوقتي ولا اي حد في اعدادي ولا في ثانوي ولا الناس دي، نفسك تطلع ايه؟ انا عايز افتح قناة وعايز افتح لايفات وكان الناس تكبس لي وابقى بلوجر وفود بلوجر، اروح اكل واخد فلوس واروح البس واخد فلوس. فيعني هو عارف انت فيلم الجزيرة كده لما كان بيقول لك اللي هو ايه، خلي ارضه تبقى بور وبعد كده لما نيجي نبيع له احنا بقى بالسعر اللي احنا عايزينه. هي نفس الفكرة بتتعامل معانا واحنا في البطيخ. يعني دلوقتي خلاص كل الناس هتبقى بلوجرز، مفيش بقى علم ومفيش تعليم ومفيش تفكير. لو جالك بعد 10 سنين خلاص، بعد ما بقت الناس كلها ما بتفهمش حاجة في الدنيا غير ان هي تفتح لايفات وقال لك خلاص مفيش فلوس من اليوتيوب ولا من التيك توك ولا من الحاجات دي، هيبقى ايه الوضع بقى ساعتها؟ يبقى انت خلاص كده ولا في علم ولا في صناعة ولا في تجارة ولا في اي حاجة، وكلنا بقى ايه نشحت. ويا عم ولو ما حصلش كده، يعني هو بقى بيولوجيك كده، لما حاجة بتجري عليها الناس كلها فئة قليلة جدا هي اللي بتنجح فيها والباقيين كلهم بيضيعوا في السكة. فانت ليه اصلا وليه تخلي مخك يبقى اللي هو كله في حاجات هي ملهاش مستقبل وملهاش فايدة ليك ولا للبشرية ولا لأي حاجة في الدنيا ولا لدينك ولا يعني. فكر في دينك وفكر في أسرتك، فكر في أهلك، حافظ على الحاجات دي. القيم دي ما ينفعش تضيع مننا يا جدعان، ما ينفعش والله نغرق كده. يعني الناس لا خلاص ما بقاش فيه بقى ولا علم ولا تعليم ولا اي حاجة. انت دلوقتي 90% من اللي بيتعلموا اصلا هو عايز يسيب التعليم ويطلع يفتح لايفات. يعني ده الوضع بقى صعب جدا يعني. وبعديها بقى بعد ما دخل على القيم وعلى الحاجات دي وزنقك هنا ومفيش بقى علم ولا علماء ولا الكلام من ده، يخش على الأسرة بقى. تلاقي من هنا بقى ايه، برامج تدعو للست ان هي تقومها على جوزها، والبرامج من الناحية التانية تقوم الراجل على مراته. بقت الست خلاص الام اللي بتربي اطفال وبتربي اجيال وتخدم بيتها وجوزها، دي بقت لا دي فاشلة، دي ما بتعملش حاجة. ولازم تخشي متحفزة لجوزك، انت جوزك ده لا هو هيرميكي في الشارع هيرميكي في الشارع. فانت ابدأي بقى عايزة تاخدي من فلوسه، عايزة تبدأي تشتغلي وتأمني نفسك وما تسيبيش شغلك وما تعمليش وما تسويش. هي دي لازم تبقى دي حياتك ولازم تبدأي كده يعني. والراجل نفس الكلام بقى، انت لا انت ما تصرفش عليها، انت ليك تديها. في شيوخ طلعوا في فترة كده يقول لك انت لازم اللي تديك مسؤول تديها كسوة شتاء وكسوة صيف، ولو عيانة تروح تتعالج عند أهلها. ويقولوا للست من الناحية التانية انت مش مسؤولة تطبخي، هو يجيب لك خدامة، ولو هترضعي تاخدي أجرة رضاعة. فانتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ انتوا بتقولوا ايه؟ يعني لو ده الدين فماشي، كانت دي قصاد دي. لكن انت دلوقتي احنا في مجتمع استهلاكي، يعني الراجل مسؤول ان هو يشتغل لحد 12 بالليل عشان يعرف يكفي بيت ويجيب اجهزة ويجيب موبايلات ويجيب تكييفات ومعرفش ايه. ومن الناحية التانية الست بتراعيه، فهو انت دي قصاد دي واحنا الاتنين بنشيل بعض، وهو ده البيت المصري ماشي كده. فانت لا انا اسخن الراجل ان انت مش مسؤول تدفع لها، واسخن الست ان انت مش مسؤولة تخدميه، واسخن الست انت داخله لا ده ما يقولكيش اقعدي وما يقولكيش فانت خربت البيوت. ودلوقتي نسبة الطلاق ما شاء الله بقت جميلة، والشباب ما بقوش بيلاقوا بنات يتجوزوا ولا البنات بتلاقي شباب تتجوزهم. ونزق بقى على ايه البوي فريند والجيرل فريند ونحصل ايه السكة الخربانة دي. وتفاهه بقى، اديني في التفاهه بقى. يعني هنا مثلا في المانيا هنا مثلا دي حاجه انا بستغربها بجد. يعني
يعني هم زقونا ان احنا نبقى مجتمع استهلاكي درجة اولى. تبص على الفاست فود وعلى الاكل بتاعنا ده تلاقينا ايه، عجين عجين وسكر بقى وكلام جميل، وتبص عليهم هنا ما بياكلوش الا اكل هيلسي. يعني عايز اقول لك اطفال العرب هنا بيروحوا الحضانات ما بيعجبهمش الاكل بقى، بروكلي ايه والكلام ده، احنا ما بناكلش الحاجات دي، احنا لازم محمر ومقلي والكلام الجميل ده. فهو خلاص هو خلاك انت تاكل. وهو هنا برضو عندهم حته الرياضه دي بقى، يا سلام، ما بينزلش من على العجل، والسبورت دي بالنسبه لهم حاجه مقدسه بالنسبه لهم. والاسره عندهم هنا يوم الاحد ما فيه، الويك اند عندهم يوم واحد، اليوم التاني ده هو يوم الاسره، قاعدين في بيوت، قاعدين ساكتين، قاعدين مع اسرتهم. لكن احنا بقى لا، انزل اقعد على القهوه وما تقعدش مع بيتك وما تراعيش عيالك، وانت نفس الكلام. فيعني هم يعني بيزرعوا لنا حاجات وقيم ويزقونا فيها، واحنا منجرين. هنا بيفتحوا تيك توك وبيعملوا عادي برضو سوشيال ميديا وبالكلام ده، بس ده جزء ثانوي، ده جنب شغلهم، عندهم علمهم وعندهم شغلهم، جامعات وشركات. هنا في شركات باقتصاد دول، يعني مرسيدس والحاجات دي باقتصاد دول، وعلم وتكنولوجيا واي اي، ويعلموا نفسهم ويتثقفوا. واحنا عندنا لا، احنا خلينا في التيك توك بس، لكن علم لا. يعني احنا ناخد الجزء ده بس، وهو ده اللي نبدع فيه، وهو ده يبقى الاساس بتاعنا، ونركن بقى الحاجات التانية، فمخنا يعطل بقى، ومفيش علم ومفيش مذاكرة ومفيش ابداع ومفيش تجربة، ومفيش اي حاجة بقى. خلاص كده اقعد اقع اقعد اقع لحد ما خلاص توصل بقى للي احنا بدأنا نخش في سكته ده، تخاذل وضعف وناس بتجري ورا فلوس، وناس بتجري ورا شهوة، وناس تعبانة. يعني لازم يا جدعان نتقي الله في نفسنا، لازم نتقي الله في نفسنا ونبدأ نفكر، لازم نتعلم، لازم نمشي في السكك الصح. حتى لو الصح ده مش هيجيب لك فايدة قد الغلط، لا اعمل الصح عشان تستفيد لنفسك، لله حتى، يعني اعملها لله. ذاكر وراعي وقتك، راعي اهتماماتك دي هي الأساس. ان انت تفتح الفيديوهات تتفرج على الهيافة، انت بتعمل للهيافة قيمة. كلنا بنخش على الحاجات الهايفة، فهي دي بتبقى الحاجات اللي عليها طلب، وهي دي اللي بيترمي فيها اعلانات، وهي دي اللي بتحط فيها فلوس ياما، وهي دي اللي بتخلي ده يبقى هو هدف الشباب. يعني انت بتضيع وقتك في الهيافة، وبتخلي الهيافة تبقى قيمة، فيبقى هو الهيافة هدفك، دايرة من الهيافة لا تنتهي. يعني خش اتفرج على فيديوهات مفيدة، اتفرج على شيوخ، في ناس ما شاء الله دلوقتي بدأت تطلع بودكاستات محترمة تعلم الناس، تديك معلومات تنفعك وتخليك تفكر، تخليك تذاكر، تخليك تراعي ربنا في نفسك وتراعي نفسك يعني. ف نتقي الله ونركز في الحرب اللي معمولة علينا دي، ونحاول ننجو. الله غالب.